السلام عليكم ورحمة الله. معكم كريغو، رجعت لكم بفيديو جديد. أول حاجة ما تنسوش اللايك، توصل الفيديو ذا أكثر عدد ممكن من اللايكات، وتوصلوا القناة إلى 600 مشترك في أقرب وقت. اليوم نزل لنا حدث، واللي هو حدث الجواهر الوردية. اليوم باش نحرقوا سكين، لازمنا نجيبوا سكين من سكنات الجواهر الوردية. وليتس جو، خلونا نبدو في الحرق. وكيف ما تشوفوا عندي 999 جوهرة وردية، ونزلين 5 سكنات. لازمنا نجيبوا من السكنات هذوما سكن واحد فقط. وكان جبنا اكثر معناها نورمال، ما انا عارف عجيني سكن واحد في اللفة 99. حصيله في حسابي الاخر واللي هو اس كاتاي، جبت السكن هذايا الابيض وسكن الفتاة. حصيله خلينا نعملوا هيك ونعملوا اول لفة، وان شاء الله نجيبوا سكن هذا خاطره تبع ولد وبنت في نفس الوقت. خلينا نعملوا اول لفة ونسموه بسم الله ونقولوا ليتس جو. نشوفوا اللفة الاولى واش باش يجينا فيها. كيف ما تشوفوا اللفة الاولى ما جانا فيها حتى شيء، خاطر باينه برشا اللي جينا في اللفة رقم 99. وكيف ما تشوفوا خلينا نكمل ندور هيك على السريع ونرجعوا لكم. وكيف ما تشوفوا هذه اللفة 99 واللفة الأخيرة، وجبنا السكن الأسطوري هذا. خلونا نجربوه في جيم ذئب وحيد للفتاة، ومن بعد نجربوه للولد ونشوفوا أنه الأخف في الموفمون نتاع اللاعب. خلينا الآن نجربوا سكن الولد، ومن بعد نعطيكم تقييمي على سكن الولد وسكن الفتاة، ونقولكم أنه اللي خير في ناحية اللعب.
وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله راهو الفيديو عجبكم، ما تنسوش هيك اللايك كما قلت لكم، واللي وصل للقطة هذه يكتب لنا كلمة هذه في الكومنتير باش نعرفكم اللي انتم متابعين اساطير حصيلوا. وما تنسوش توصلونا 600 مشترك في اقرب وقت. وتقييمي للسكن هذا نعطوه 9 من 10. وبيس.